بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر ونتشرف باستضافه نجم نادي الزمالك النجم احمد توفيق. اهلا بيك معانا يا احمد، والف مبروك النهارده الفوز للزمالك، والف مبروك الهدف اللي انت جبته النهارده. الله يبارك فيك، وبهدي فوز الجميل لجمهور نادي الزمالك، وبقول لهم ان شاء الله نوعدهم بالدوري والكاس ان شاء الله، وخليهم سكت الجمهور فينا ان شاء الله ما تنزلش. وكانت الجمهور كان له تاثير جدا علينا النهارده في الماتش. احنا كسبنا النهارده هدائف، بس ما كسبناش لعب، وان شاء الله بنوعد الجمهور ان شاء الله وكده في الماتش الجاي. احمد، انت خدت قرار الهدف ازاي مع ان انت جايبه بالشمال والكره جات لك كده على الطاير، وابراهيم صلاح كان في نفس الوقت كان بيقول لك ان هو كان عايزها، كان عايز الكره، فخدت القرار ازاي؟ الحمد لله انا بلعب رجلي الاثنين، واول ما كريم سكري قلش بالكره بدماغه خدت قرار مره واحده ان انا اشوطها مره واحده على يمين الشناوي، والحمد لله ربنا كرم ان شاء الله بيها. كان كلام كابتن حسن ليك ايه قبل الماتش؟ يعني انا خليني جنب عمر جابر عشان نقفل جبهه اليمين اللي كان فيها محمود عبد الحكيم ومحمود شاكر. الحمد لله قدرنا ان احنا نقفلها الحمد لله، وان شاء الله بنوعدهم في الماتشات الجايه يبقى احسن ان شاء الله. احمد، كان علاقتك ايه بالكابتن احمد حسن، وان الكابتن احمد حسن بيكون موجود معاك دلوقتي وبيلعب معاك وكنجم كبير زي النجم احمد حسن؟ اي حد في الدنيا يتمنى يلعب جنب الكابتن احمد حسن، هو من اعمده لاعبي العالم، وانا ده الشرف ليا كبير ان انا العب جنبه عشان استفاد منه واستفاد من خبرته في الماتشات الجايه ان شاء الله. احمد، عشان ما نخرجش، كلمه بس توجهها لجمهور نادي الزمالك. نوعدهم ان شاء الله بالدوري وبالكاس وبطولات ان شاء الله نعيدها لنادي الزمالك ان شاء الله. شكرا جزيلا.